ربحت 2000 درهم من اليوتيوب أسبوع واحد ومن بعد ضيعت كل شيء. واش عرفتي شنو هي 2000 درهم في أسبوع؟ وتقدر تكون حتى 20,000 درهم في الشهر أو أكثر، علاش لا؟ ولكن للأسف ضيعت كل شيء. هادشي ماشي غير قصة نجاح، ولكن درس قاسي اللي تعلمته بالطريقة الصعيبة. في واحد الفترة القناة ديالي في يوتيوب بدات كتحرك، المجهودات اللي كندير بدات كتبان الثمرة ديالو، والفيديوهات ولاو كيوصلوا والمشاهدات كيطلعوا وحتى الربح بدا كيبان. في سيمانة واحدة فقط وصلت ل 2000 درهم. فرحة كانت كبيرة، ولكن للأسف ما طولاتش، حيت في لحظة حماس وطموح المبلغ كتر درت واحد الخطأ اللي ما كنتش فاهمة الخطورة ديالو، ومن ثم تبدلت الأمور كاملة. توقف الربح، ضاعت الشراكة، والقناة رجعت تقريبا من الصفر. علاش؟ حيت الفيديو اللي تسبب لي في الخسارة كان ضد القوانين ديال اليوتيوب ومسحته بمجرد ما توصلت بالإنذار، اللي من بعد منه سحبوا مني الشراكة. وهنا حسيت بالدنيا دارت بيا. طرحت على راسي السؤال، علاش يوتيوب دار هادشي كامل؟ هو ان المنصه تبدلات بزاف في الفتره الاخيره وكتعتمد على نظام الذكاء الاصطناعي اللي ما كتفوتو حتى حاجه او حتى خطا واخا يكون صغير. درت طلب فيديو ولكن رفضوا ليا واضطريت نتسنى 3 شهور باش نعاود الطلب. بغيتي قناه ناجحه خاصك تعرف باللي اليوم اليوتيوب ما بقاش كيعتمد غير على الحظ او الانتشار العشوائي، ولكن اليوتيوب كيركز على 2 حوايج اللي اساسيين، اللي هما البحث زائد الجوده. وخاصك قبل ما دير قناه تعرف اللي ليك واللي عليك. اول حاجه البحث راه مهم، خاصك تعرف باللي الفيديو ديالك خاصو يقلبوا عليه الناس، وإلا ما كانش عليه الطلب فصعيب ينتشر. وثاني حاجه اللي رجعت الاهميه ديال السيو. شنو هو السيو؟ هو العنوان زائد الوصف والطاقات، وهادو بثلاثه ولاو اساسيين باش يوتيوب يفهم المحتوى ديالك. نزيدو عليها المقترحات ولا لي زامبرسيون ولاو حتى هما صعاب، فالمنصه كتعطي الاولويه للقنوات اللي عندها ثقه واداء قوي على المنصه. رابع حاجه فاليوتيوب كيحارب المحتوى الضعيف، خصوصا الفيديوهات المكرره او فيديوهات الذكاء الاصطناعي اللي ما عندهاش قيمه. وحتى الفيديوهات القصيره تبدلات، ما بقاتش كتنتشر بسهوله ولات حتى هي مرتبطه بالبحث. الدرس اللي تعلمت ماشي غير تربح، ولكن خاصك تعرف كيفاش تحافظ على الربح ديالك. خدم على المواضيع اللي الناس كتقلب عليها، واجتهد وحسن العنوان والوصف والهاشتاج ديال الفيديو. قدم محتوى فيه قيمه حقيقيه وخدم وصبر، خاص تكون عندك استراتيجيه. وانا دابا كنعاود نبني القناه ديالي، ولكن هاد المره بطريقه واعيه اكثر. الا كنتي باغي تبدا في اليوتيوب او تطور القناه ديالك، راه الاخطاء الصغيره تقدر تكلفك بزاف. خليك ديما كتعلم، حيت هاد المنصه كتبدل كل نهار وديما الجديد، وديما قلب على المعلومه وشاركها مع الناس. فخوارزميات اليوتيوب كتغير وبزاف. علاش كينقصوا المشاهدات وكيفاش خاصنا نتاقلموا مع الوضع الجديد؟ مؤخرا وقعوا تغييرات كثيره وكبيره على منصه اليوتيوب. هادشي اثر بزاف على صناع المحتوى سلبا، سواء كانت القناه جديده ولا حتى القنوات الكبيره. فبزاف ديال صناع المحتوى ولاو كيشوفوا الفيديوهات ديالهم كيبداو بصفر مشاهده ولا كيبقاو ايام قليله بلا انتشار. هادشي ماشي صدفه، ولكن تغيير في طريقه الخدمه الخوارزميات اليوتيوب ولا البحث اهم من الاقتراح. قبل اليوتيوب كان كيعتمد بزاف على المقترحات، يعني الفيديو يقدر ينتشر حتى الا ما كانش عنده جمهور كبير. ولكن دابا القاعده تبدلات، الفيديو الجديد كيدخل مرحله تجربه. يوتيوب كيشوف واش الناس كيقلبوا عليه في البحث، وإلا جاب مشاهدات من البحث كيبدا ينتشر تدريجيا. بمعنى آخر، إلا ما كانش طلب على الموضوع في البحث فالانتشار كيولي صعيب. ثاني حاجة الكلمات المفتاحية رجعت هي مهمة. من قبل كانوا كيقولوا اللي طاق ما بقاوش مهمين، ولكن دابا رجعوا مهمين. خاصك تركز على عنوان واضح فيه كلمات كيقلبوا عليهم الناس، وصف مفصل فيه كلمات مفتاحية مرتبطة بالموضوع، وطاق اللي كيشرح المحتوى.
هاد العناصر كتعطي اشاره لليوتيوب باش يفهم الفيديو ديالك ويطلعوا في البحث. وكاينه صعوبه الظهور في المقترحات. يوتيوب ولا كيعطي اولويه للقنوات اللي معروفه واللي عندها جمهور وعندها اداء قوي، والسبب راه بسيط، فالمعلنين باغيين جمهور مضمون ويوتيوب باغي يضمن الجودة والثقة. لهذا فالقنوات الجديدة كتلقى صعوبة باش تبان في الواجهة. والجانب ديال محاربة المحتوى الضعيف، فالفترة الأخيرة تزادوا بزاف فيديوهات ديال الذكاء الاصطناعي أو محتويات بلا قيمة حقيقية بحال فيديوهات عشوائية ومتكررة، وهذا الشيء خلى يوتيوب كيشدد الخوارزميات، كينقص من انتشار المحتوى الضعيف وكيركز على الجوده اكثر من الكميه. وكاين تغييرات في لي شورت، حتى الفيديوهات القصيره تبدلات طريقه الانتشار ديالها، ما بقاش ساهل يطلع الشورت. اذا دخلتي الفيديو القصير ديالك فكياخذ دفعه صغيره فقط، وحتى هي ولات كتعتمد على البحث والوصف. الشورت دابا كيبانوا في نتائج البحث، يعني حتى هما ولا عندهم طابع البحث. اذا كيفاش خصنا نتاقلموا مع التغييرات؟ باش تنجح في هذه المرحله الجديده خاصك تبدل الاستراتيجيه، ركز على المواضيع اللي الناس كيقلبوا عليها، ماشي غير محتوى عشوائي، وحسن السيو ديال الفيديو اللي هو العنوان والوصف والإطار اللي هما اساسيين في الوقت الراهن. قدم قيمه حقيقيه للفيديو، فالمحتوى الضعيف ما بقاش كينتشر بسهوله. وما تنساش باللي الصبر مهم بزاف. القنوات الجديده خاصها وقت باش تبان نتيجتها، وخاص يكون التنويع ديال المحتوى بين الطويل والقصير ولكن بنفس الجوده والفعاليه. دير في بالك باللي يوتيوب ولا كيعتمد اكثر على البحث والجوده، وما بقاش انتشار عشوائي بحال من قبل. النجاح دابا كيتطلب استراتيجيه واضحه وفهم طريقه عمل المنصه وصبر باش تبني قناه قويه خطوه بخطوه. الا وصلتي لهنا ما تنساش لايك واشتراك في القناه باش ديما يوصلك الجديد، باش تعرف بلي قناتك تقدر تحقق ليك الارباح ولو جديده. اليوم جبت لكم حاله حقيقيه لقناه جديده ما فاتش عليها حتى شهرين. في الشهر الاول القناه قدرت تحقق تقريبا 2000 درهم. هذا رقم عادي ممكن اي واحد يوصل ليه، ولكن المفاجاه كانت في الشهر الثاني، فالارباح طلعت تقريبا 40,000 درهم. يعني غير مده قصيره جدا هاد القناه قربت توصل ل 4 مليون سنتيم. دابا خلينا نهضروا بصراحه، 40,000 درهم في الحياه اليوميه صعيب بزاف تجمعها. خاصك تخدم تصبر وتدبر المصاريف ديالك وتقتصد، ويمكن حتى شهور باش توصل لهذا الرقم. ولكن في اليوتيوب ممكن تحققه في شهر واحد الا خدمتي بطريقه صحيحه. وهنا ماشي غير كلام تحفيزي، غادي نعطيك تفاصيل دقيقه. القناه خدامه غير بلي شورتس، فيها فيديوهات قصيره وصلت لكثر من 154,000 مشترك، ودات تقريبا 39 مليون مشاهده في 28 يوم فقط. فالأرباح التقديرية كثر من 4500 دولار، يعني تقريبا 4 مليون ونص سنتيم. ولكن كاين جانب بزاف ديال الناس ما كيهضروش عليه اللي هو الضرائب. في الشهر الاول من 2000 درهم تقطعات تقريبا شي 232 درهم، وفي الشهر الثاني اللي فيه 38 ألف درهم تقطعت حوالي 3000 درهم. والسبب هو أن المشاهدات من دول أجنبية بحال أوروبا وأمريكا، وهذا الشيء كيأثر على نسبة الاقتطاع. شنو كنستافدو من هذا المثال؟ أول حاجة اليوتيوب راه مازال فيه فلوس، وثاني حاجة الشورتس حتى هو كيقدر يكون مصدر دخل قوي، وثالث حاجة اللي هي أهم من هادشي كامل فالسر ماشي فيديو واحد اللي كيضرب. السر هو يكون عندك عدد كبير من الفيديوهات، حيت إلا نشرتي غير فيديو ولا جوج حتى إلا نجحوا الربح غيبقى ضعيف. ولكن إلا بنيتي ستوك ديال الفيديوهات هنا كيبدا الدخل يكبر تدريجيا. الهدف من هذا الفيديو هو نبين لكم أن الفرصة مازال موجودة، ولكن خاصها الخدمة. الهدف من هذا الفيديو هو نبين لكم أن الفرصة مازال موجودة، ولكن خاصها خدمة وصبر واستمرار. إلا عجبكم هذا النوع ديال المحتوى ديروا لايك وخليو تعليق باش نعرف واش نكمل نشارك معكم تجارب وأرقام حقيقية بحال هذه، ونتلاقاو إن شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم.